السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل لك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه مصاريفي على الطاير. التطبيق ده مقدم من او تابع لبنك مصرف ابو ظبي الاسلامي اللي في مصر. التطبيق ده مساحته 65 ميجا، محمله اكتر من 10,000 شخص. التطبيق ده بتقدر من خلاله ان انت تحول فلوس لاي شخص، او تقدر ان انت تحط فيه فلوس وتقدر تسحبها من اي محفظة الكترونية. بالاضافة لان انت بتقدر تدفع كل الفواتير بتاعتك من خلال التطبيق: فواتير التليفون الارضي، فواتير الموبايل، فواتير الكهرباء، النت، الغاز، المية. تحجز تذاكر سينما، تحجز تذاكر سفر في الاتوبيسات او في القطارات المكيفة اللي هي بتكون الدرجة الاولى. كل الحاجات دي بتقدر تعملها من خلال التطبيق. تطبيق طبعا تابع للبنك. مشكلة في التطبيق ده ان هو اول حاجة التطبيق باللغة الانجليزية، ما فيهوش لغة عربية. تاني حاجة التطبيق بيأخر في المعاملات البنكية. يعني في مثلا شخص يبعت لك فلوس ويبعت لك الرسالة او الوصل اللي بعت لك بيه الفلوس، عبل ما الفلوس تخش حسابك ممكن تاخد لها يومين 3. فده عيب برضه في التطبيق. كمان في عيب في التطبيق ان التطبيق لما بتيجي تشتغل عليه بتلاقيه في بعض الاحيان بيعلق، مش راضي يشتغل، تلاقيه راح وقف مرة واحدة، او تلاقيه بيقولك مفيش اتصال بالانترنت. دي كلها عيوب موجودة في التطبيق. بس كده ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معانا رسيب لي في الكومنت لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.